إلا كتعاني من تصبغات في الوجه أو البشرة عندك باهتة وماشي صحية، ممكن تصاوبي في دارك أحسن غسول للوجه طبيعي كينظف البشرة بعمق، كيوحد اللون ويحافظ على الترطيب ديالها، مناسب لجميع أنواع البشرة. تابعي الفيديو حتى الأخير باش تعرفي طريقة التحضير. غادي نحتاجو 75 غرام من جل الويفيرا اللي كيرطب البشرة كيهدئها، خصوصا البشرة الحساسة، كينقص من الاحمرار والالتهابات، وفيه فيتامينات اللي كيجددوا خلايا البشرة، كينظم افراز الدهون ومضاد للبكتيريا، وكينقي المسام وكيقلل من حب الشباب. غادي نحتاجو 5 غرام من سيتيول سي اللي كيعطي احساس بالنعومه بلا ما كيخلي البشره دهنيه، ما كيسدش المسام وخفيف على البشره، وكيساعد المكونات المغذيه باش تدخل البشره بعمق. غادي نحتاجو 11 غرام من بلانتاكير 818 اللي هو مستخلص من جوز الهند، كينظف البشرة بلطف، كينقيها من الأوساخ والدهون الزائدة بلا ما كينشفها، كيعطي الغسول رغوة خفيفة اللي كتعطي إحساس بالنظافة والانتعاش. غادي نحتاجو 2 غرام من الديرما وايت اللي هو مكون اساسي في هذا الغسول، اللي كيعاون في توحيد لون البشره، كيقلل من التصبغات والبقع الداكنه، كيساعد في تحسين مظهر البشره وكيخليها مشرقه. غادي نحتاجو 5 غرام من الجليسيرين اللي كيحافظ لنا على الرطوبه ديال البشره. غادي نضيفو 1 غرام من الفيتامين او اللي كيحمي البشرة من الجذور الحرة، كيعزز انتاج الكولاجين وكيحافظ على المرونة ديالها. واخيرا غادي نضيفو المادة الحافظة 1 غرام من الفينوكسي ايتانول. غادي نخلطو مزيان المكونات باش يتجانسوا مع بعضياتهم، وناخدو قرعة معقمة فاش نوضعو الغسول. الغسول ديالنا وجد، كنستعملوه من مرة حتى ل2 مرات في اليوم. وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى يكون نال اعجابكم والى اللقاء.